أشهر نهائي في تاريخ كأس العالم، نهائي الحلم، نهائي كأس العالم 2006 بين فرنسا وإيطاليا. 2006 المشهد الأخير، مشهد الختام، لحظة الاختتام، كيف ستكون يا أحلى عنوان من 20 سنة. مباراة غريبة بكل أحداثها وأشهر حالة طرد في التاريخ، مباراة حرفيا للمتعة وما تزهقش من الفرجة عليها. لايك وصل على الحبيب وتعالى نشوف العظمة. الضربة الأولى من إيطاليا ولكن كانت بإصابة هنري، بس بيقوم بعده ويكمل. فرنسا بتبدأ المباراة بالغش بدري ومالودا الهوا بيوقعه، والغريب إن الحكم بيدي ضربة جزاء لفرنسا، ضربة جزاء ظالمة على إيطاليا، وبيقف لها زيزو زين الدين زيدان، وعلى طريق بانينكا بيحط جول بعد ما خبطت في بطن العارضة وعدت الخط ونزلت جول وبيحسبها الحكم. والشوالي كلامه هنا أحلى من الهدف نفسه. نهائي كأس العالم والدقائق الأولى و0-0 وتضرب الكورة بهذه الطريقة، ومع من؟ مع تشالويتشي بوفون. كم أنت كبير يا ابن الصحراء يا زيد الدين زيدان. أكيد الحكم اللي حسب ضربة جزاء بالشكل ده كان لازم يحسبها، وأصلا يعني الكرة دخلت المرمى والنتيجة 1-0 لفرنسا، وكرة تانية بتخبط في ماركو ماتيراتزي وتطلع بره. إيطاليا بترد وتورام كان هيسجل في مرماه وبتخرج بسلام، ولكن إيطاليا ملوك الكرات الثابتة، وكرة عرضية تدرس من بيرلو على راس ماركو ماتيراتزي. والتعادل الإيطالي ماركو ماتيراتزي. قلت لك أظن يظن وانا اظن وانت تتاكد. وبيسجل هدف التعادل في مرمى الديوك الفرنسيه. والمباراه لحد دلوقتي ناريه، وكل منتخب مسجل جول، كل منتخب عنده نجوم هتاكل في بعضها بعد الهدف ده. وتعال نشوف العظمه. ريبيري يعدي ويلعب كوره ويشيلها دفاع ايطاليا، وعلى طريقه الهدف الاول بيرلو بيلعبها لماركو ماتيراتزي وبيحط كوره تبكل من الهدف الاول، لكن المره دي يشيلها الدفاع. مالودا بيجرب ولكن بكره ضعيفه في ايد الحارس بوفون. هو انا عناية مزغلله ولا الهدف كل شويه بيتكرر؟ بيرلو كل شويه يلعب عرضيه اجمد من اللي قبلها، والمره دي يلعبها لوكا توني وتخبط في العارضه وتخرج. وايطاليا معذبه الديوك بالكرات الثابته. فرنسا بترجع تاني بكرات غير مؤثره على مرمى بوفون، وكره تانيه جنب القائم، وبيخلص شوط اول بين المنتخبين. الاتنين جامدين بس ايطاليا الاخطر. وبيبدا الشوط التاني. الغزال الاسمر تيري هنري بيعمل انطلاقه وبيعدي فيها الدفاع، ولكن الفينش كان وحش قوي. هنري فعل وضع سوبرمان وبيعدي من الجميع، والمرة دي يشيلها الدفاع.